عمركم يعرف الفيلجر. هم الفيلجر، لكن عملت بوابات كثيرة عن الفيلجر. هم أصلا انقرضوا من القرية وتحولوا إلى فيلجر. والفيلجر هم فيلجر عاديين، يعني في أحد القلعات راح تلقى أشياء يمكن تحصلها. الفيكنتر، الفيكنتر إنك تتكلم ولي فوكر. هذول الاثنين مختلفين بالطبع، اللي ما تقدر تحصلهم الا في الماشين البعيدة. فيهم ما تحصلهم في القلعة ذي. لكن لو تسألت نفسك كلاعب تلقى الفينكنتر مختلف بالطبع، هم يحملوا فؤوس قوية. انا اسمي دريم وهذا اليوم راح نتكلم عن هذه الاشياء. الشيء الاول، الفيكنتر من يعد اقوى الكائنات من الفايت. هذا الفايت هم اصلا يتشاركون الوان عيونهم، لكن الوان الفليجر هي خضراء، والوان الفيكنتر هي مثلا اشهر. لكن سألت نفسك من اللي فوق هذا اللي يطلق المشعة والزاوية يخرج هذا الكائن الفوكس. لكن لا سألت نفسك ما تقتل الفوكس الله في سيف او قوس. هذه، ولكن يخرج كائن من تحت الأرض. هذه الكائنات اللي تخرج هي قبور من أحد الفلجر، كذا يكون علمنا. لكن أصلا هم ثلاثة. هم اعترفنا انه، لكن يجي مع شخص معه مفقود، هو المطور اصلا ما ضفوه في مينكرافت. لكن عرفنا ان الفيلجر هم الفيكنتر والفايت والفوكر. لكن سألت نفسك بآلة التطوير هم يستعملونها الفوكر في تطوير الاشياء واحياء الاشياء، يعني لكن فيما كذا يعني. لكن لماذا ايضا بوابة مزيفة في المانشن؟ هذه بوابة اصلا مزيفة. لكن في شيء مختلف، هو البانر. هذا البانر المختلف اللي ما من فايدة هو عالم الفيكنتر. يعني عرفنا انه عالم الفيكنتر وايضا عالم اللي فكر يدعو بياكل كائن، لكن ما ادري والله. وهم من عبثوا على السحر الاسود. هم اصلا فيلجر الى ما يموتون. بالتالي عندما يموتون راح يعيدون في الحياة. عندما يموتون راح يعودون بالحياة من اللي فوقه. فكروا من بدأ الاختراع هذا انه يخترع جيش. بعد اختراعه جيش، لكن سألت نفسك لماذا يخرج هذه الكائنات؟ هذه الكائنات اصلا ما تشبه الفلجر ولا اي شيء. الكائنات اصلا لا تشبه اي شيء في الحياة. خرجت من السحر الاسود اللي استدعى لي فوكر فيها، وصنع لي فوكر عشان يستدعي فيه المهاجمة ويخرج الكائنات تحت الارض. هو الفوكس ما اصلا مو اقوى كائن في اللعبة، لكن شيء ما تعرفه عن هذه الكائنات. مثل بذلك انهم الكائنات هذول. لكن لو تسألت نفسك ان المطور هم من عادوا هذه الكائنات. لكن الشيء المختلف هي التوتم. هذه التوتم اللي تعيدك للحياة، لكن حتى لو انفجر عليك كليبر راح تعيد للحياة. هذه هي التوتم اللي تعيدك للحياة. لكن لو سألت نفسك هذه هي التوتم، ما هي التوتم اللي تعيد الموت لكن في شيء عكسه مختلف بالطبع. لأن التوتم هذه تشبه شيء غريب بالطبع. هي صح ما تعيدك للحياة وتزيد ثلاث أقلاب، لكن لا يمكنك صناعة تقتل للفوكر وراح تحصلها بذلك. لكن إن هذه التوتمات هي من الفيلجر. هم أصلا أرواح ذهبية أتت من الفيلجر. عندما يروح للفوكر ويقتل الفيلجر راح يحولهم لهذه الأشياء اللي طالعت لكم بالشاشة. هذه التوتم ليست قادرة بالصناعة لما تذهب وتقتل الفوكر. لكن عرفنا انهم الفيلجر هم من ماتوا. عند موتهم صاروا الفيكنتر. عندما موتهم وقرروا ان يهددون القرية ويقتلون كل ما فيها. لكن سألت نفسك الفوكر والسحر او الوتش. لكن سألت نفسك الوتش اصل منهم. لكن لا سألت الوتش هو صنع كائن اسمه سلايم بالطبع. كيف صنع؟ لكن عندما نقسم يصير كيوت. ظهرت السلايم في عام دنجل. لكن هناك القدر هذا ليس أصلا موجود. هو السحر الأسود والقدر هذا موجود في اللعبة أصلا. لكن القدر الأسود هذا السحر الأسود والقدر هذا. يعني عرفنا أن الوتش هو ما ينقص يكون وحيدة في هذه المياه والمستنقعات، ومن حيث أصنعت السلايم هذا الكائن الكتكوتة.
وأيضا عندما يهجمون على القرية يبدأ هجوم، تظهر الساحرة أو الوتش للهجوم على القرية. يب، لكن لو سألت نفسك كائن ضخم، هو اللافجر. اللافجر هذا منين أتى؟ هو أصلا يخرج من العدم. كيف كائن زي هذا يخرج من العدم؟ لماذا عندما تروح تكتشف القلعة لا تجد هذا الكائن؟ لأنه أصلا من خرج من العدم. هذه عد الكائن اللي خرج من العدم وأصلا يدعو باللافجر، أصلا إنه قراوي. لكن صوته مشوش. اسمع الصوت زين. اسمع. يعني عرفنا ان صوتهم مشوش بالطبع، اصلا دي صوت الفلجر، لكن صوتهم مشوش. هم اصلا ما حولوا الفلجر الى لافجر كذا. لكن اول نظرية بديته عن مع الفايت والوتش. لا تنسى اللايك والاشتراك، راح نكمل النظرية بعدين.